قام نهار أمس عبد الحكيم بالعابد وزير التربية الوطنية رفقة علي عمار بن سعد والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي بتدشين ثانوية ومعاينة مشروع إنجاز ثانوية أخرى بالمنطقة، كما تم تفقد ابتدائية وفتح مطعم بالمدرسة الابتدائية، مضيفا أنه سيدعم هذه المؤسسات ويرافقها لتحقيق نتائج مرضية. وعن نسبة البكالوريا بالولاية صرح الوزير: نطمح للرفع من نسبة النجاح، وهذا لا يأتي إلا بفضل التحسيس ومساعدة جميع منتسبي القطاع. كما حيا مجهودات المدرسة الجزائرية وأكد على تطلع الوزارة لسنة دراسية مستقرة وناجحة. تغطية للزميل رضوان غالبي. يعني سعيد بهذه الزيارة، أول زيارة ولاية الجرفة، وكنت أقدم من زيارتي على الاطلاع على واقع قطاع التربية في هذه الولاية، ولقد طلعت على كل ما أردت الاطلاع عليه. هناك مجهودات كبيرة بذلت وتبذل في هذه الولاية بتوقية 33%، أما النسبة هي أقل من هذا بالنسبة لهذه الولاية. وأغتنم فرصة وجودكم كما ضمنوا وأمنوا سنة دراسية غير منقطعة ومستمرة، وكان هناك دخول عادي وثلاثي أول مستقر جدا وهادئ، والبرنامج يسير بوتيرة مقبولة ومقبولة جدا. وكانت هناك عطلة تم تمديدها لأجل كسر يعني حلقات تدرج هذا الوباء في المدرسة، وتم ذلك بالفعل، إذ أن كانت هناك استطالة للعطلة الشتوية بأسبوع، وهذاك الأسبوع لم يخسر ابنائنا شيء، لأن الأسبوع هذاك ما كانش بتاع يعني بأكمله للدراسة، لكن كان لتصحيح، كان لصب النقاط، وكذلك كان لإطلاع التلاميذ على نتائجهم، وبالتالي فالبرنامج يسير بشكل عادي. وعدنا تدريجيا إلى التنظيم العادي للسنة الدراسية بالرجوع إلى 3 فصول، بالرجوع إلى عطلتين، عطلة الشتاء وعطلة الربيع، وبالرجوع إلى مدة 60 دقيقة من الحصة التي كانت قد تدمت في السابق في سنتين أخيرتين إلى 45 دقيقة. وإن شاء الله سنرجع إلى الوضع العادي حالما يرفع هذا الوباء، رفعه الله عنا جميعا. وبالتالي فأحيي في هذا اليوم كل المجهودات التي تقوم بها المدرسة الجزائرية، التي هي قاطرة في المجتمع، والتي الله إلى أن يكون الدخول المدرسي المقبل بحول الله يكون في ظروف حسنة وفي ظروف جيدة.